انا النهارده هتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو ايه عدد التكرارات المفروض تعملها في التمرين علشان نزود الحجم العضلي. اهلا بيكم في حلقه جديده من فيت باي ساينس. معاكم محمود العطار، واللي لسه اول مره يشوفني انا طالب في كليه طب بشري. قررت ابدا التشانل دي عشان اتكلم عن مواضيع تخص الفتنس والنيوتريشن بشكل علمي مبسط خالص، علشان تقدر توصل للمستوى اللي انت عايزه في اسرع وقت، وبرضه تتجنب كل الاصابات اللي ممكن تحصل لك اثناء التمرين. عشان تكون عارف عدد التكرارات المفروض تعملها في التمرين، لازم تكون محدد الهدف اللي انت عايزه. في ناس تبقى عايزه تزود السترينث او القوه بتاعتها، وفي ناس تبقى عايزه تزود الحجم العضلي، واخر نوع انك تبقى عايز تزود الانديورنس او قدره التحمل بتاعتك. انا هبتدي بطلب معظم الناس، وهو زياده الحجم العضلي. معظم الناس عارفه انها المفروض تعمل من 6 ل 12 تكرار عشان تزود حجم الكتله العضليه، فبيدخلوا الجيم يمسكوا الوزن يلعبوا من 6 ل 12 على التكرار في 4 مجاميع مثلا، ويعملوا 5 أو 6 اشكال من التمرين. بس للاسف النتيجه بعد كده مش بتبقى المطلوبه. المشكله هنا مش في عدد التكرارات، المشكله في الطريقه نفسها اللي انت بتلعب بيها. انا مش عايزك تجيب 8 تكرارات وخلاص. الفكره انك تشيل وزن يكون فعلا اخرك فيه انك تجيب ال8 تكرارات دول وتجيبهم صح علشان ما يحصلكش اي اصابه. يعني لازم كل مجموعه توصل في العده الاخيره انك مش عارف تشيل الوزن ده فعلا. بالنسبه للناس اللي بتركز انها تزود القوه بتاعتها، افضل تكرار المفروض تعملوه هو من 1 ل 5 تكرارات، وبرده بنفس الطريقه انك تشيل وزن يكون اقصى عدد تكرارات ممكن تجيبه هو ال5 تكرارات دول. والطريقه دي بتحفز حاجه اسمها النيورو ماسكولار درايف، ودي بكل بساطه بتزود الاشارات اللي طالعه من المخ للعضلات عشان تحسن الانقباض العضلي، وبرده بتزود حاجات معينه في الخلايا العضليه زي الاكتين والميوسين، وبالتالي هيحصل انقباض عضلي احسن. اما بالنسبه للناس اللي عايزه تزود قدره التحمل، المفروض يلعبوا من 15 ل 100 تكرار، وعدد التكرارات ده بيحفز اكتر الانرجي سيستم بتاعك اكتر من العضله نفسها، فبالتالي الانديورنس او قدره التحمل بتاعتك هي اللي تتحسن بشكل اكبر. ده بالنسبه لعدد التكرارات. بس اكيد برضو مش هتفضل طول عمرك تروح الجيم تلعب كام مجموعه كل واحده من 6 ل 12 تكرار. في طرق تانية للتمرين هتساعدك برضو انك تعلى مستواك، زي الدروب سيت، السوبر سيت، التايم اندر تنشن، وطرق تانية كتير، بس هنتكلم عليها في الحلقات الجايه ان شاء الله. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، ولو لسه في اي حد عنده سؤال او استفسار اكتب في الكومنت وانا هرد على كل الاسئله ان شاء الله. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل عشان تتابعوا كل الفيديوهات الجديده ان شاء الله.